ربه نجم النادي الاسماعيلي والمعار حاليا نادي النصر السعودي. اهلا بك على الموقع الرسمي. اهلا بيكم واهلا موقع رسم النادي الاسماعيلي وكل جمهور النادي الاسماعيلي. كابتن، كنا عايزين نعرف ازاي تمت المفاوضات في البدايه مع النادي النصر السعودي. والله المفاوضات يعني ما خدتش وقت بصراحه، يعني الناس عارفه كلها كان موضوع الاتحاد كان ماشي، بس للاسف ربنا ما ارادش في الاول وفي الاخر. مش عايز اخش بتفاصيل، انا خليني في دلوقتي النادي اللي انا الحمد لله ربنا كرمني واراد ان انا ابقى فيه هو نادي النصر. الحمد لله الناس رحبت بيا باتصالها تليفون. كان معايا صديقي ومحمد عبد الوهاب هو اللي كان يعني حلقة الوصل بيني وبين الناس هناك، والحمد لله توصلنا للعقد المناسب بين النادي الاسماعيلي وانا. فالناس اشتروني وانا اشتريت الناس، ويعني ان شاء الله ربنا يكرمني وابقى عند حسن ظن نادي النصر ان شاء الله ومجلس الاداره والجمهور باذن الله. متى سينضم القيصر لمعسكر اسبانيا مع النصر السعودي؟ والله هو بس الفترة اللي جاية دي بس التأشيرة إن شاء الله تخلص على خير، وأقرب وقت إن شاء الله أبقى في المعسكر بإذن الله. شايف حضرتك وجه الاختلاف بين الدوري السعودي والكرة المصرية؟ والله الدوري السعودي دوري قوي بيضم فرق كتير قوية. أنت عارف هي المشكلة عندنا في مصر يمكن يعني منحصرة بين 4-5 فرق بس، إنما الدوري السعودي فيه فرق كتير كويسة. طبعا في إمكانيات مادية، إمكانيات ملاعب، إمكانيات هي دي اللي ممكن تبقى الفرق عننا، لكن ما أعتقدش الفرق الحمد لله فرق كبير. الكرة المصرية كرة يعني من أحسن الدوريات في مصر في الدول العربية وفي أفريقيا. برضو الدوري السعودي ما شاء الله، يعني زي ما بقول لك في فرق كتير، مش 3 ولا 4 بس، في فرق كتير، في جماهير، في كل حاجة متوفرة في الدوري السعودي. الدوريين ما يختلفوش عن بعض كتير. كيف يرى حسني عبد ربه تجربته مع اتحاد جدة؟ الحمد لله التجربة كانت مفيدة جدا. الحمد لله يمكن دي حاجة كويسة وشرفت النادي الإسماعيلي وشرفت مصر كلها، اللي أنا الحمد لله ظهرت بمستوى كويس الفترة اللي فاتت في اتحاد جدة. عملت لنفسي اسم كويس هناك الحمد لله. الواحد ارتبط بالجمهور وارتبط باللعيبة. كان نفسي إن الواحد يستمر، لكن هي دي كرة القدم وهي دي الظروف. فالحمد لله أنا مرتاح جدا في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي، لكن الواحد زي ما بقول لك يعني كان أمور هناك كانت بالنسبة لي كان خلاص تعود، واللعيبة والجمهور وكل حاجه كانت الحمد لله. بس في الاول وفي الاخر ربنا اراد لي ان انا ابقى موجود في نادي النصر ان شاء الله. اتمنى اللي انا عملته في نادي الاتحاد اعمله اكتر واكتر في نادي النصر ان شاء الله. تردد ان نجم الفراعنه اشترط انه يضع اسمه على احد الملاعب الفرعيه بمقابل ان هو يتنازل عن جزء من مستحقاته. انا عمري ما اشتغل على النادي الاسماعيلي، وكل الكلام ده يمكن الاخ اللي كتبه هو عارف اللي هو يعني ممكن عبر بشكل مش كويس، انما الحمد لله الناس انا عمري ما اسوي من النادي الاسماعيلي ولا اقول الكلام ده كله. كل الكلام اللي انا عايز اعمل حاجه، والدكتور رأفت ساعدني فيها، اللي احنا عايزين نعمل حاجه للناشئين. ويمكن يعني اقترحنا ملعب الفرع اللي احنا هنعمله في ارض النخيل. يمكن بداوا الحمد لله بالمسجد، يمكن ان شاء الله من بكره او بعد كمان الدكتور وعدني ان شاء الله اللي احنا هنروح هناك وهنصور الموقع وهنشوف مكان الملعب وهيبدا فيه على طول ان شاء الله. فانا مش محتاج ان انا اسمي يتكتب على حاجه، انا بعمل حاجه لبيتي، مش محتاج حد بيعمل حاجه في بيته يكتب اسمي بس يعني. كابتن حسني، شايف ان المهمه صعبه، الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن صبري منياو؟ اكيد فتره صعبه يعني ما تقولش صعبه مره واحده، لا صعبه كتير جدا. لكن النادي الاسماعيلي طول عمره بيمر بظروف صعبه، يعني مش عايزين بس المره دي هتبقى اصعب من السنين اللي فاتت، لان انت بتضم لعيبه ناشئين، لعيبه لسه الناس ما تعرفهاش، لعيبه لسه هي برضو مش حاسه اللي هي بتلعب، يعني لازم تحس ان هي بتلعب في نادي كبير لابسه فانله النادي الاسماعيلي مش اقل من اي نادي في مصر. ان شاء الله تبقى اللعيبه دي عند حسن ظن الاختيارات، الناس اللي اختاروها وجابوها ان شاء الله يثبتوا للناس كلها اللي هي صفقات. ويمكن الدليل على كده يمكن في لعيبه كتير جت مغموره وما كانش حد عارفهم، ويمكن هم دلوقتي في انديه كبيره والحمد لله يعني مسمعين بفضل النادي الاسماعيلي. اتمنى ان شاء الله اللعيبه دي تستمر على نفس النهج اللي هم استمروا بيه اللعيبه اللي قبلهم ان شاء الله. حسني عبد ربه شايف الاسماعيلي قادر على المنافسه الموسم القادم؟ اتمنى من جواي، بس ابقى لو قلت ابقى كداب، ابقى بكدب على نفسي قبل ما بقول للناس. لكن اتمنى ان النادي الاسماعيلي يظهر بشكل كويس وان هو ينافس برضه، دي مش حاجه، انما يعني منافسه فعاله انا شايف انها هتبقى صعبه. بس احنا عايزين نحط نفسنا على خطوه ان احنا نعمل فرقه جديده، وده ده الواقع. مش عايزين نضحك على الناس ونتكلم كلام يعني الناس بتقول علينا مؤاخذه في كلمه في التعبير مجانين. لا، انا بحب دايما الواقع، بحب اعيش دايما الواقع. اللعيبه اللي موجوده مع اللعيبه طبعا الكبار ان شاء الله يعملوا توليفه كويسه، وكابتن صبري الله يكون في عونه، وكابتن اشرف وكابتن حنان وكابتن سفيان، جهاز بصراحه جهاز محترم. اتمنى لهم التوفيق هم كجهاز واللعيبه ان شاء الله اللي يعملوا موسم قوي.
المنافسه دي حاجه يعني انا شايفها هي مش هتبقى حاجه صعبه، بس تبقى صعبه في ظل الظروف اللي الاسماعيلي فيه. كلمه من حسني عبد ربه للعيبه الجدد والقدامى والصاعدين. اقول لهم ربنا يوفقكم كلكم باسم نادي الاسماعيلي كله. هم ما بيلعبوش لاشخاص، بيمثلوا نادي كبير اسمه نادي الاسماعيلي. اتمنى ان شاء الله كل اللعيبه يعني يجمعها حاجه واحده، هي حاجه اسمها نادي الاسماعيلي. ما تعليق حضرتك على عدم تأهل الفراعنه شكرا.